السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضروا البريوش ولا الشهده بطريقه اللي هي بسيطه، مكونات بساط، تجي مفشفشه وخفيفه وتجي لذيذه. هاد الطريقه غادي نحتاجوا فيها جوج ديال المراحل. المرحله الاولى غادي نديروا كاس ديال الماء دافي، اي كاس غادي تعبروا به الماء، تعبروا به المقادير الاخرين كاملين. غادي نديروا كاس ديال الحليب حتى هو يكون دافي، نديروا واحد المعالقه كبيره بحال هكذا ديال السكر، ونديروا واحد المعالقه كبيره بحال هكذا الممسوحه ديال الخميره الفوريه. غادي نخلطوا هاد المكونات ونضيفوا واحد الكاس ديال الفورس من نوعيه جيده. نخلطوا شويه هاد المكونات اللي درنا، وغادي نغطيوهم بشي بلاستيك غذائي ولا فيلم اليمونتير ونخليوهم يخمروا على جنب. اليوم عندنا الحال شويه بارد، تقدروا تشعلوا لها الفران وتطفيوه وتخليوها لداخل في الفران على ما تخمر واحد شويه، ولا الا كان عندكم الوقت ممكن تخليوها غير على برا واحد 15 حتى ل 20 دقيقه ونتلاقاو. الخليط ديالنا هانتوما كيفاش ولا، خصنا نخليوه حتى يوصل لهاد المرحله هذه ديال الاختمار. نحركوا واحد شويه، وفي المرحله الثانيه غادي نزيدوا واحد نص كاس ديال الزيت، واحد شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخل، وواحد البيضه كامله. غادي نخلطوا كلشي مزيان، نحركوا مزيان حتى المكونات ديالنا ينسجموا، ونبداو باضافه الفورس نضيفوها على دفعات حتى نشوفوا الخليط ديالنا ولا في القوام اللي حنا باغيين. عاد غادي نحبسو، ما نديروش الفورس مره واحده. ما عطيتكمش قياس محدد لان يبقى على حساب نوعيه الدقيق اللي غادي تستخدموه. بعض المرات راه كيس يشربوا الخليط، بعض المرات لا. انا غادي نوريكم القوام ديال العجينه كيفاش غادي يجي. في الاول غادي نحركو بحال هكذا بالخلاط حتى نشوفوا العجين ديالنا شد فراسو، عاد نخدمو بيدنا. العجين ديالنا ها هو من بعد ما اختمر، هانتوما غادي نخرجوا منه غير داك الهواء اللي يكون فيه، ما غادي نعاودو لا ندلكوها لا والو، بحال هكا. غادي نحتاجوا الشكلاط كحل. بغيتو تستغناو عليه ممكن تستغناو عليه. انا وليداتي يعجبهم فيها الشكلاط. ضروري ما ديروش شي حاجه بحال هكا فيها الزيت باش تساعدكم باش العجين ما يلصقلكمش في يديكم. ونديروهم كويرات بحال هكا، حاولوا ديروهم بنفس القياس ويكونوا صغار، ما ديروهمش كبار. ديروا بحال هكا وسطين الشكلاط. ومن القياس اللي بغيتو نتوما ديروا غادي ديروا. انا يعجبوني بحال هكا صغيور. تاخذوا مول بحال هكا اي قياس عندكم ولا شكل عندكم. بنفس الطريقه نسحلوا بحال هكذا العجين، نديروا الشكلاط. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل العجين ديالي كامل ونتلاقاو. البريوش ديالنا هو هذا، كملته درتو كامل في اللاطه. غادي نحتاجو هنايا واحد البيضه اللي ضربتها مع شويه ديال الخل
وقهوه سريعه الذوبان. القهوه سريعه الذوبان والخل غير باش يحيدوا لنا ديك الزفوريه ديال البيض، والقهوه باش تعطي البريوش ديالنا داك اللون مذهب يجي زين. وعندنا هنايا زنجلان باش نرشوا من فوق ديالو باش نزوقوها. هنايا غادي ندهنوها بهذا البيض، حاولوا تدهنوه حتى الجوانب. غادي ندهنوها هاد الدهنه الاولى قبل ما تخمر، غير نساليو ندهنوها واحد شويه ونعاودو ندهنوها من تخمر نص خمره. ولكن من تخمر تخمر يعني المرحله الثانيه باش نطيبوها ما تدهنوهاش، لان الا مشيتو تدهنوها في ديك المرحله غادي تهبط لكم بحال هكا. غادي نخليوها تخمر لواحد 10 دقائق ربع ساعه ونعاودو ندهنوها مره ثانيه، عاد نرشوا عليها زنجلان. ها هي الشهده ديالنا خمرت الخموريه الاولى، خليتها واحد ربع ساعه. غادي نعاود ندهنها بهذا البيض. غادي نرشوا عليها شويه ديال الجنجلان. غادي نخليوها تخمر المره الثانيه واحد تقريبا واحد ربع ساعه 20 دقيقه. البريوش ديالنا ها هو فاش خمر يجي بحال هكذا صافي. في هذه المرحله هذه ما غادي لا ندهنوه لا حتى شي حاجه. انا مسخنه الفرن، غادي ندخلو يطيب حتى يطيب من التحت. فاش يتحمر من التحت ويبان لكم بلي نشف من الفوق غادي نشعلو من الفوق باش يطيب، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. البريوش ديالنا من بعد ما خرجته من الفران هو هذا، راه مازال سخونه. شوفوا تبارك الله تجي مفشفشه تجي رطبه. هانتوما غادي نحيد لكم واحد المورصو باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. هانتوما كتشوفوا كيفاش تجي من الداخل، راها عاد سخونه، الشوكولاط مازال فيها دايب، تجي مفشفشه تجي خفيفه تجي قطنيه لداخل ما تجيش معجنه. نتمنى انكم تجربوها، واللي جربتها وصدقت معاها ما تنساش تخلي لي تعليق. ما تنساونيش باللايكات وتابوناو في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد. وشكرا لكم.